وصفة خبز البايلي حتحمر لك وجهك مع داركم ومع ضيافك، تجي مشربة للقلب ومعسلة، ريحتها دايرة حالة في الدار. شوفولي من الداخل كيفاه تجي معسلة ومشربة مليح. جربوها بالطريقة دي ناجحة 100%. اول حاجة نديرو السيرو ولا الشربات تاعنا في كسرونة. نحتاجو كاس ونص تاع سكر و3 كيسان تاع ما وغندال دو سيترون. نحطوها فوق النار تغلي 10 دقائق ونطفيو عليها ونخليوها تبرد. وفي جهة اخرى عندي 3 عظمات مع نص كاس تاع سكر ومغرف صغيرة تاع فاني وزاز دو سيترون. نحركوهم مليح غير بالفوية، ونزيدو نص كاس خلط بين الزبدة والزيت ونخلطو مليح. وعندي مغرفة كبيرة تاع عسل، نص كاس تاع لاشابلوغ، نص كاس تاع مكسرات مرحية، ونص كاس تاع بسكوي ولا غاتو مرحي. ونخلطو مليح المكونات تاعنا ونزيدو لها كيس كامل تاع خميرة كيميائية ونخلطو مليح. وهذا هو القوام المطلوب. ونجيبو ليمون ولا ليغام كالي يدخلوا في الفور ونحطو نص بركة ما تعمروهمش خاطر فيها الخميرة ومن بعد تنفخ معنا. انا الكمية هذه خرجت لي 3 كبار، كان حبيتو ضعف المقادير. نحطوهم يطيبوا في الفور يكون سخون من قبل حتى يحمروا مليح. كي نتحصلوا على كولار هذه نخرجوهم وهما سخونين نديروا لهم الشربات اللي درناها قبيله وكانت بردت معنا. نصبوها بالدفوعات، نصبوها وخليوها تشرب، وزيدو نصبو خليوها تشرب، وزيدو نصبو خليوها تشرب حتى نتفضلنا الشربات تاعنا. وزينوها باللي عندكم وكما تحبوا. انا زينتها بالمكسرات وبالفريز. الوصفه تاع اليوم سهله وبنينه، غير جربوها وكان جربتها حطوا لي رايكم في لي كومونتير. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، كان عجبكم ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي. وبالصحه والهنا، سلام.